أعلن محامي الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال فرانسوا زيموري اليوم بأن الأخير رهن الاعتقال في وحدة احتجاز في أحد مستشفيات العاصمة الجزائرية، مشيرا إلى أن فريق الدفاع عنه استأنف قرار احتجازه وأمام دائرة الاتهام 3 أسابيع الآن للنظر في هذا الاستئناف. للحديث عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الدكتور مجيد بودان رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس. دكتور أهلا وشكرا لحضورك معنا هنا في الاستوديو. إذن تابعنا ما قاله محامي بوعلام صنصال في بيان اليوم. قبل أن نتحدث يعني بالتفاصيل عن هذا البيان، في البداية كيف تابعت دكتور بودان كمحامي وخبير في العلاقات الدولية هذه القضية، قضية بوعلام صنصال منذ أن تم توقيفه في العاصمة الجزائرية؟ القضية متشعبة، ولكن بوعلام صنصال هنا هو مسجون، وبالتالي يجب توخي الحذر في الكلام لكي لا تتفاقم الأمور وندخل في عملية جذب وأخذ ورد، وهو بين أطراف ممكن أن تتنازع لأسباب أخرى. المسألة الأولى أن العملية لها أبعاد جيوستراتيجية وسياسية واضحة، ولو قمنا بالرجوع إلى العملية بنفسها لوجدنا أن هناك اتفاقية تبادل وتعاون بين فرنسا والجزائر تجعل من التعامل مع هذه القضية بشكل مختلف.